عظيم بكل المقاييس، رحل عنا ولم نجد بديل له، الشيخ محمد متولي الشعراوي. الشعراوي هيفضل علامة من العلامات الكبرى. الشعراوي وضح لنا ما لم نكن نعلمه وما كنا نعلمه. الشعراوي فسر بشكل مختلف. الشعراوي رجل دين عن حق. الشعراوي كان يقول كلمة الحق مهما كان الشخص الذي يقف أمامه. الشعراوي علمنا معنى الدين. هذا هو الشعراوي. تعالوا بينا نشوف التقرير معانا ونعود معاكم مرة تانية لآدم في شباب على بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بحضور طاغي ولغة بسيطة ووجه مصري يشبه الملايين، دخل الشيخ محمد متولي الشعراوي القلوب والبيوت ليصبح بعد سنوات إمام الدعاة الذي أتى على رأس أمة بأسرها. يقول الله عز وجل: يا ابن آدم لا تخافن من ذي سلطان ما دام سلطاني باقيا، وسلطاني لا ينفد أبدا. يا ابن آدم لا تخشى من ضيق الرزق، وخزائني ملآنة وخزائني لا تنفد أبدا. يا ابن آدم خلقتك للعبادة فلا تلعب، وضمنت لك رزقك فلا تتعب. اوعى تفتكر تتعب يعني بجوارحك، تتعب بقلبك وتنشغل به. امتى الجوارح تعمل والقلوب تتوكل. الجوارح تعمل والقلوب تتوكل. خلقتك للعبادة فلا تلعب، وضمنت لك رزقك فلا تتعب. فهو عزتي وجلالي. إن رضيت بما قسمته لك أرحت قلبك وبدنك. ولد الشيخ الشعراوي 15 إبريل عام 1911 بقرية دقادوس مركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية، وحفظ القرآن الكريم في 11 من عمره، والتحق بكلية اللغة العربية بجامعة الأزهر عام 1937، ثم حصل على العالمية مع إجازة التدريس عام 1943 ليتدرج بعدها في الوظائف الأزهرية بالداخل، بالإضافة إلى إعارته لدولتي السعودية والجزائر حتى يتم اختياره وزيرا للأوقاف وشؤون الأزهر عام 1976، حيث أصدر قرارا بإنشاء أول بنك إسلامي في مصر. بدأ ظهور الشيخ في لقاءات تلفزيونية عام 1973 ببرنامج نور على نور مع المذيع القدير أحمد فراج حول تفسير القرآن الكريم. خطرات ذكرك، بيقول الحبيب طبعا، خطرات ايه؟ ذكرك تستثير مودتي، فأحس منها في الفؤاد دبيبة لا عضو لي. شوف، لا عضو لي إلا وفيه صبابة، فكأن أعضائي خلقن قلوبا. ثم كانت البداية الجماهيرية للشيخ، والتي بدأت مع خواطره في تفسيره القرآن الكريم على شاشة التلفزيون المصري عام 1980 بفاتحة الكتاب. انتقلنا إلى سورة الحمد أو فاتحة الكتاب، فقلنا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إلى آخر السورة. ونحب هنا أن نلفت إلى أن التسمية اشتملت على اسم هو العلم لواجب الوجود وهو الله، وكذلك الحمد لله اشتملت على العلم لواجب الوجود وهو الله. فهناك بسم الله وهنا الحمد لله. ونلاحظ أيضا أن اسمي الرحمن والرحيم وجد في التسمية
ووجد أيضا في قوله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. ثم توالت لقاءات الشيخ التلفزيونية والتي ظل ينتظرها الملايين بعد صلاة الجمعة من كل أسبوع كطقس من طقوس الأسرة المصرية، وحرص الشيخ على تسجيلها رغم ظروف مرضه حتى حالة وفاته ليتوقف تفسيره عند سورة الممتحنة بالجزء 28. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم ولم يخرجوكم من دياركم ولم يظاهروا على إخراجكم أن تبروا بروا. إذا كان الذي وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. الله. ولذلك المستشرقين يقولوا القرآن فيه تناقض، يقول لا تجد قوما يؤمنون بالله يؤدون من حد الله ورسوله وبعدين يقولوا إن كانوا كفروا وعايزين يخلوكم كفروا وإياهم برضه الدون. فقلنا لهم بقى في رزق نقول لأنكم لا تعرفون أسرار ألفاظ اللغة. المنهي عنه الود، إنما المعروف الود حب قلوب، إنما المعروف بسطة يد ولو على من تكره. صعدت روح إمام الدعاء إلى بارئها في 17 يونيو عام 1998، لكنه ترك من علمه ما تنتفع به الأمة الإسلامية من كتب ولقاءات حاضرة عنه في دنيانا رغم غيابه. رحم الله الشيخ الشعراوي. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه